السلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. انت لولي، انت باينه زهره باينه كده. يا جماعه، في حد جه ولا لسه؟ بتحطي مونيكير. نيل بولش. اسمه مونيكير. نيل بولش. تقول لك على المونيكير نيل بولش. مش عارف انا الناس دي جايه منين يا بنتي. ايه ده الله يرحم الشوكليت. شوكليت اسمها شوكولاته. لا، اشمعنى دي اسمها نيل بولش؟ ها؟ اتعلمناها كده. ثانية واحدة يا جماعة، عشان كيكو بيناديلي اروح ادخله الحمام. مش أيوة، عارف اعمل ايه ولا ايه والله. اروح ادخله يعني. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه وانتوا فين؟ ومين هنا؟ بصوا انا شكلي تعبان قوي ازاي النهارده. زعرورتي حلوه بقت طعمه. مين؟ وعليكم السلام. سلام. بتعملوا ايه ومين هنا؟ ايوه احنا كويسين، بس انا مفرهده قوي ومريضه. مريضة مش مريضه يعني، بس بتقولي مريضة. سلمى بتقول انها مريضة. فين ملدي؟ بس انا عشان انت خلتني اسيب ضوافري خليتك تسيبي ضوافرك؟ اه. هرد على ولا ايه لما. طيب بقول لك ايه بقى. انا سبت الباب مفتوح. فين الكوافير بتاعي يا جماعة؟ عشان بس الناس اللي عمالين يقولوا لي احنا هنا اهو. الناس اللي عمالين يقولوا لي ان ما جبتلهاش سوشي وما عملتلهاش سوشي. احمد عثمان اللي هي بتحب تاكل من عنده سوشي من ايديه. ماشي. وصاحبنا وحبيب قلبي طبعا، اجمد شيف سوشي في مصر وفي العالم والوطن العربي كله. ماشي. الى ان يثبت العكس. مفيش الكلام ده، هو اجمد واحد. الى ان يثبت العكس. وهو اللي اقنعها بالسوشي خلاص. انا اقنعتها بالسوشي، فهو لما كلت من ايديه خلاص بقت مدمنه. كان على يده يعني. بكره ان شاء الله باذن الله هنبقى في فرع الماظة، فهنروح ناكل سوشي هناك يا جماعه. في كافيه سوبريم فرع الماظة. بس ايوه عشان يجوا. بس ليه؟ بس مش عارفين الساعه كام والله، عشان لسه مش عارفين الساعه كام والله. كيكو جه ثانيه واحده لسه. ازراء كيكو اقفل الباب. نفسي اعلمه يقفل الباب بعد ما يطلع. ثانيه امسكي كده. يا ابني هتبوظ لي صوابعي. بص عشان كنت بحط ده عشان يلوق على التيشيرت بتاعتي. على فكره يا جماعه، يولو ده طلع حلو قوي والله. يولو الاكل طلع حلو قوي يعني انتوا مش فاهمين. البتاع الوافل عمله حلو جدا. انا مش بحب اتكلم عن نفسي كتير. حد لدرجه ان هو هيعمل لي النهارده تاني. لا ما فيش، ده طمع بقى. ده طمع. انا ايدي اتلسعت وانا بعمل لك البطاطا. تعالى هنا. بصوا يا جماعه، عشان كيكو مؤدب وبيسمع الكلام. كيكو تعالى هنا. جود بوي. اخشع يا جود بوي. اسمها ست لا انا بعلمه من الاخر. لا اخشع يا يعني اقعد ايه يا جماعه. اقول لكم ايه دلوقتي؟ انا الكوافير بتاعي الوقت اتاخر وحضرته فضل يتلكع وما كلموش يا جماعه. انا دلوقتي شعرها هي الساعه 11 ونص وانا ايدي اتلسعت وانا بعمل له البطاطا. بصوا قالت لي مش هعرف اعمل لنفسي الشعر. قمت انا قايل لها يا حبيبه قلبي انا هعمل لك شعر. مش هقدر، ايدي بتوجعني. لو ايدي شوف بتمثل قوي يا جماعه. بص كده، بص عشان وانا بتلسع في البطاطا. بص اهو. لا في المدوره عشان ما توجعكيش. لا خفت بس مش هتعمل شعري برضه يا جماعه. اعمل كده اعمل لي شعر. انا عشان هي دي وجعها وانا بحبها ومفيش كوافير دلوقتي هيبقى فاتح لها. انت هنهزر. بشد لي شعر يا جماعه. والله العظيم ما حصل، والله ابدا. هعمل لها انا شعر. نهار اسود. انا كمان تشتري وبتكذب وقاسي القلب. برضه عندي بيعرف يعمل. اقول لك ايه؟ خدي ده كده اهو جنبك وراكي مثلا. لا ما تخافيش، امسكي ده كده. ايوه عشان انا اعرف اعمل بقى، لان انا مش هعرف اعمل. ماشي بس اوعى بقى في البتاع. لا ما خليها معدول. انت سايبها كده. اوكي ماشي. انا وخلي بالك السلك هيبوظ لو فضلت عاملاه كده. ينفع بالعرض؟ انتوا الاختراع اللي انا بعمله لما باجي اثبت الموبايل. ايوه المناديل الكايلانكس. عاملين كده عشان انت ايدك
ثانية واحدة. ضوافري. مدخلين السلك جوه كده عشان ما يبصش. ايه يا حبيبتي، انت ماسكه اصلا السلك انا خايفه اتهز كده. كده. طب ايه بقى، عايزين حاجه تثبت؟ طب اعمل ضوافري. طب عدي ايدك من الناحيه التانية كده. طب احنا ماشي. فين بصوا، فين السشوار؟ مش شوار. مش عارفه انتوا كده تبقوا شايفين. ايوه جبت سلك. انا هحطه هنا. طب انا عايزه اقرا هما بيكتبوا ايه. ما هو انت لما حضرتك سيب المانيكير اللي في ايدك دلوقتي، يعني مش وقت كله يتعمل في وقت واحد. يعني عب بايده ايد. شفتوا قسوه القلب يا جماعه. يعني اعمل لك سشوار ولا اعمل لك ايه طيب؟ طب يلا. وبعدين انت جايبه المخده مش عايزه تجيبيني؟ مين انت فين؟ وبعدين سؤال يا جماعه، انا عايز افهم ما بس. تطفي الابيض ده. دلوقتي دي ايه؟ دي كلها شعر. المفروض لازم الفرشه نظيفة. تبقى زفره. بصوا يا جماعه الفرشه عامله ازاي. لازم تبقى زفره والله عشان ما تقطعش الشعر وما تحرقوش. لو ان اه والله اسال اي كوافير بيفهم. طيب يعني دي مش غلط. يا ريت نراعي الاخوه السناجل بقى، ما احنا بنعلمهم. يا جماعه انا النهارده انا كده مش عارف، انا اشتغلت كل حاجه، عشاء وعملت، بقيت شيف. سندوتشات وجبن. دلوقتي اعمل ايه تاني؟ اعمل لها شعر. اعمل شعرها. مش تقسمه مش من الفرشه اهي. انا لسه كنت عمال بفكر اعمل ايه. هات القصه كلها لوحدها الاول. بص بقى هات كده. منظر فقير. بص حطيت دي يا جماعه عشان تعرفوا الواحد بيتعب قد ايه والله، ويا ريته بيبقى عاجب في الاخر. يلا شقة، يلا عذاب، يلا شقة، يلا عذاب. بصوا كيكو باصص له ازاي. كيكو رياكشنه مزبهل على اللي بيحصل. بيعملها اي ما تقعديش تحوري عشان انا اصلا ما بشدش. اي كدابه قوي والله. اي انا بعمل بالراحه جدا والله. كيكو يئس. اليولو وقع. ايه؟ اليولو وقع في الارض، خايفه كيكو ياكله. كيكو قاعد تحت بقى. بس لحسن يقولوا لك بتعملي اليورو اعلان. في حد بيقول لي هو انتوا هايفين للدرجات دي؟ حسوا بالناس شويه، شوفوا المصايب اللي احنا فيها ومصر فيها يا بعدة. اسمه باسم يوسف. اولا احنا عايزين النهارده نقول لكل اخواتنا الاقباط كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد القيام المجيد. كل سنه وانتم طيبين كلكم ودايما مبسوطين. والنهارده سبت النور. ايوه وانا بحب سبت النور قوي قوي. وعلى فكره يا باسم يا يوسف، احنا مش شايفين
انت اللي عندك مشاكل عنده نفسيه مشاكل لانك ما نفسية بتعرفش تعدي من المشاكل يعني. بالظبط. خليك غرقان فيها كده، حط دماغك فيها كده زي النعامه. بس انت بتعمل بما انك كده؟ غرقان فيها فانت عمرك ما هتطلع وعمرك ما هتبقى حاجه كويسه على ما اعتقد يا باسم، لان انت لازم تضيع اي طاقات سلبيه حواليك وتشوف اي طاقه ايجابيه وتعرف تطلع من المواقف. ماشي. خليك أنا مصدر للطاقه مبسوط الايجابيه. جدا مبسوط جدا من الناس اللي بيخرجوا وبيتفسحوا رغم ان في والناس اللي نزلت الكنايس. كيكو بيشد الستاره. بصوا كيكو عامل ايه؟ قتيل في الشقه. عايزكم تتبسطوا ومبسوط قوي من الناس اللي نزلت الكنايس عشان احنا عندنا الناس ما بتخافش وما بتقلقش واحنا رجاله قوي. لا مؤاخذه يعني. فبالغيظه في اي حد برضه. بالغيظه في اي حد. ما اسمهاش بالغيظه. بالغيظه. ما اسمهاش بالغيظه. لا هي اسمها بالغيظه. اسمها بالعند. لا مش بالعند، بالغيظه عشان يفضلوا يموتوا بغيظهم اللي بيحاولوا ان هم موتوا يخوفونا. بغيظكم ولكن اللي بيحاولوا يخوفونا مفيش وبيحاولوا حاجه ان هم اسمها بالغيظه. لا بالغيظه. هو انت بتبص لي في المرايه ليه؟ الكاميرا اهي. جماعه بالغيظه ولا بالعند فيكم؟ بالعند. لا بالغيظه بالعند. عشان يغيظوا يفضلوا متغاظين. موتوا بغيظكم. موتوا بغيظكم. اخركم فاضي يا اللي بتفجروا وبتعملوا نفسكم جامدين. يلا. اخركم فاضي قوي. انجز. لا ما هو انا بعمل لك شعرك ما تتنكيش عليا. انجز. مش فاضيالك انا. يا جماعه بصي ايديكم ردوا عليه عشان انا مش عارف اعمل فيها ايه اكتر من انجز كده. انا بزهق. انجز. سيبكم من الهري اللي الناس بتقوله ده، ربنا يسعدكم. ماشي يا عمر. يوتي يا ناس جمال، ربنا يخليكم لبعض. ملكوش دعوة بأي حد مريض بيعلق تعليق سخيف. ماشي يا مايا. ارحمي الراجل شوية، يعني بيعمل لك كل حاجة والله. ومش عاجبك كمان. يا ريته عاجب. يا لولي انا كنت بقول عليكي مش مفترية، يعني انا اتلسعت وانا بعمل له البطاطا والله. بصوا بس البطاطا طلعت حلوه قوي يا جماعه. معسلة بالقوي يا بطاطا. والله كانت بياعة بطاطا حاسس كده. معسلة بالقوي يا بطاطا. كانت معسلة والله. محمد بقى لهلوب على ايدك يا لولي والله. بس انا بحبكم قوي 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 قوي. خلي الخطه الجايه بقى غسيل سجاجيد. دمتي يا مفتريه ندى. لا بس السجاجيد دي صعبه قوي. انت تربيها لي؟ لا صعبه قوي يعني. ده انا بطاطا ولا ساعدتني عايزينه هو يغسل سجاجيد. لولي هتضربوا فسيخ ورنجة في شم النسيم ولا اكيد لا؟ طبعا. ده لازم. هو يعني شم النسيم ينفع من غير فسيخ ورنجة؟ انا هقول لكم على معلومة. الفسيخ والرنجة، بس الفسيخ اساس علاقتنا. اول يوم فاكرة؟ اول يوم نقعد فيه مع بعض قاعدة يعني كنت طالبة فسيخ وكلنا فسيخ. فاكرة؟ جبتها بالفسيخ برضه. لا كان حاجة من الحاجات اللي لا لما رحت احنا كنا في الجروب ماشي. ما تحكيش خليها انا نبقى نحكي لكم بعدين. جاي فسيخ ايوه وانا ما صدقت بقى على طول. حد عازم على لمة فسيخ كده في اي منتزه. انا شايفه شعري بيتمرمط. بطلي. ما انت حضرتك المفروض تجيبي لي توك يعني ابقى ماسك شعرك بيها. خش دور على بنات. لا بس قدام شويه. بصوا بيزق لي دماغي ازاي. ايه ثاني كده. بقول لك لو سمحت اطلعي قدام شويه. والله دلوقتي لو سمحتي. ايه ده؟ وريني كده يا حبيبتي بالراحه قدام شويه عشان اعرف اعمل لك شعر. بصوا دلوقتي يا حبيبتي ومش عارف ايه. شوفوا بقى الفيديو ورجعوه وشوفوا اللقطه اللي قبلها. قام زقني من دماغي زقه جامده. قام جاب لي دوخه. انت مفتريه قوي. جاب لي دوخه بالزقه الجامده دي. ده انا دخت من الزقه من كتر شده الزقه والله. في بنت اسمها فيروز بتقول له انا راح خليك تعمل لي كده هطلع عينك يا بيبي. ايوه يا فيروز لازم يعمل لك شعرك.
ممكن اعمل ايه؟ فين؟ قولي لي فين؟ قولي لي فين الحاجات اللي بتمسك الشعر؟ انت المفروض في بنس هنا في علبه ولا والله مفيش؟ ما اعرف هي فين. انا ما هو انا اللي بعمل بنس. في أهي. بنسه واحده تقولي بين كل دي بنس. طب خد انت الحاجات دي وانا هروح واجي بسرعه. مش عارف يعمل حاجه. بحاول على قد ما اقدر. ما حاول. كنتش كوافير هرجة قبل كده لا حقيقي. بس شعرك كان طويل وكنت بتعرف تعمله. لا ما كنتش بعمله قوي يعني، يا دوب انا كنت بنشفه. انت كنت قروبه وبيعمل كل حاجه وقروبه وبيقعد يدعي ان هو أوف. ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ وجعتني. وجعتك إيه؟ انت هتهزري؟ اوعى. بيفتري 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 المفتري. بيفتري المفتري. ليه يا حبيبي؟ يا حاجة مفيش. بذمة ها؟ حبيبتي انا بعمل لك ده، انا بعمل لك كل ده بمزاجي على فكره. بذمة. حبيبتي انا بعمل لك ده بمزاجي مش غصب. بذمة. انا اللي عايز اعمل لك. سلام. بس ولا حاجه. لا تكون انت فاهم غلط. اتعلموا بقى يا رجاله، ها اتعلموا. اتعلموا ايه ولا ايه ولا ايه؟ يا ريت أوا ما توجعنيش. مش قصدي والله. احمد عزقول بيقول لك نصيحه يا محمد، ما تاكلش فسيخ، انت بتقعد بعدها 12 ساعه ما تتكلمش ومبرق بعدها. انا عارف والله. لا خالص على فكره، احنا بنقعد نلعب بعدها. انت مش فاهم حاجه يا احمد. على ايامك حاجه وعلى ايامي انا حاجه تانية. الموضوع اختلف يا احمد خالص. طب انت جايبه نفسك على فكره والله، بس يعني انت ما بتجيبينيش خالص. انت شايف، بص في المرايه وانت تلاقي نفسك. والله؟ اه والله. شعري متاكل يعني، راسي متاكله. لا دي الاضاءه. ارفعي فوق ما تجيبيش المخده. ما انا ايدي بتوجعني. معلش ما انا بفضل ماسك البتاع على طول وايدي بتفضل وجعاني. واه انت لامم حاجه غلط هنا. بص لا هنا بس وجعاني طلعها يا ابني. دي فكها جيبها في الشعر ده. انت بتوجعني ليه؟ ما وجعتكيش. ما انت بتعمل وبتقطعها. ما قطعتش حاجه، حرام عليك. والله بتقطع لي شعري. امسكي. ايه ده؟ قاسي والله العظيم انت اللي مفتريه وقد يعني. كمان مش عاجبك ان انا بقول لك مفتريه؟ مين اللي مفتريه؟ انت مفتريه. انت المفتري. مفتريه على رأي ملاك. ملاك زعلانه دلوقتي عشان مامتها ما سابتهاش تيجي تبات معايا. هما عندهم حاجات لازم ان احنا نحترمها. ماشي؟ ان هي تبقى بعد كده تبقى بتعمل كده مع اي حد تاني. في حد بيقول لك ده انت طلعت حريف، اكيد مش اول مره. لا مش حريف ولا حاجه، انا بحاول. ده انا بقالي نص ساعه في الحبه اللي ورا دول. في واحده اسمها كاتي بتقول لنا الجواز لو ما طلعش كده انا هروح فيكم في داهيه اقسم بالله. وانت هتتجوزيه عشان يعمل لك شعرك يعني؟ ايوه هتتجوزيه عشان يعمل شعرك؟ وفر يا بنتي تمن الكوافير. روحي هاتي بيه شويه حاجات. بتجيبي تفاصيل عشان تفكروني شاطر. ايه؟ بتجيبي تفاصيل عشان تفكروني بجد شاطر. ما انت شاطر.
هو لو مش شاطر مش هقعد تحت ايده على فكره. على فكره انا عملت لها شعرها قبل كده، دي مش اول مره اعملها لها. ايوه، بس لو مش شاطر والله ما اقعد تحت ايده ابدا. هي بتخاف على شعرها اصلا. لسه الفينشنج شفتوا لسه الفينيشنج، يعني عارف هو بيعمل ايه. اول مره احضر ليكم لايف، انتوا حلوين بزياده، ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا ريت تقول لخطيبي اني بحبه قوي وما اقدرش اعيش من غيره. طب اسمه ايه؟ ربنا يخليكم ويجمعنا قريب. دنيا، بس هو خطيبك اسمه ايه؟ احنا مش عارفين. يا دنيا يا خطيبها. طيب دنيا بتحبك جدا، بس احنا مش عارفين اسمه ايه عشان نقول له. اكيد في دنيات كتير. يا دنيا الله، يا دنيا الله. اماني بتقولي شعرك باظ، الحقي نفسك. لا على فكره. لا على فكره هو اصلا كان بايظ. لا الواقع ما بيبقاش غير كده. لو انت استنيتي على نفسك شويه يا جيهان، واستني كده تقلي خالص لحد ما تقعي في حد تبقي بتحبيه ويبقى المهم ان ابن هو حلال. يبقى بيحبك وانت بتحبيه. يعني ما حدش اكيد يعني انا مش هبقى بعمل لها كده لو هي مش بتحبني وبتعمل لي حاجات حلوه كتير جدا. وبعدين ما تبقاش العلاقه مصالح وبس، يعني مش المصالح بتتصالح. يعني عشان مش كده يعني. بقول لها يعني المصالح مش بتتصالح، يعني بلاش تبقى العلاقه قايمه على المصلحه. ايوه، يعني انت مش تبقى متجوزاه علشان يعمل لك شعر، ولا هو متجوزك عشان تطبخي له. يعني الحاجات دي لو ما بتتعملش بحب يبقى بلاها. لا ما اكلتش سوشي وما ودانيش اكل سوشي يا جماعه. الناس اللي هو جايه ما عملكوش اي حساب. الناس اللي جايه متاخرين. احمد والله العظيم كنا بنتكلموا انا وهي مع بعض النهارده. مين ده؟ احمد عثمان. احمد عثمان مين؟ انت كمان هتعملي نفسك مش عارفه احمد؟ احمد مين؟ احمد عثمان اجمد شيف سوشي، حبيبه السوشي في العالم كله. لا الى ان يثبت العكس. قصدك ان في شيف ممكن يبقى اجمد منه مثلا؟ هنشوف. مفيش الكلام ده. يمكن يطلع لنا شيف تاني من تحت الارض يبقى في منافس. لا 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 لا، اجمد شيف في العالم وصاحبي وحبيبي وكفاءه. انا بحبك يا قلبي، ربنا يوفقك ويسعد قلبك يا رب العالمين يا حبيبتي. شكرا يا ام رحمه. لولي والله وحشتوني قوي 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 من امبارح. عايزاكم تنوروني بمطروح بالصيف. ايش رايكم؟ انا بموت في مطروح على فكره، وبموت في عجيبه، وبموت في صخره ايه ليلى اسمها، شط العشاق. انت اصلا ما روحتش قبل كده هناك مطروح؟ لا رحت الساحل. ساحل ايه؟ الساحل دي معفنه. انا اصلا ما بحبش الساحل الشمالي وما بحبش اروح هناك، ما بحبش اغير جو هناك، وما بحبش مشكله مطروح ان هي بعيده قوي. اسافر اسكندريه عشان بحر ولا الساحل عشان بحر. بس انا بحب الجونه والغردقه يعني الجونه اصلا، الغردقه لا كمان، وراس شيطان والحاجات دي انا احلى. بحب راس شيطان قوي، والجونه ودهب، والجونه ودهب. لكن الساحل بصراحه بيبقى زحمه قوي وممل بالنسبه لي. انما مطروح جميله وكلها مناظر طبيعيه جميله ولسه الناس ما عرفتهاش قوي. في دعاء ولا دودة. الله الله، ايه حلاوه زي ست لولي. ايوه كده جدع شطوره يا عامر. انا عاوزه اتجوز، فتحت نفسي على الجواز. والله بحبك قوي 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 يا لولي. اول مره شفت لايف عسلات ما شاء الله. بس انا اتجوزت بس اتوكست. ليه يا نهال كده؟ تلاقيكي اتسرعتي بس ولبستي نفسك في حاجه غلط. معلش يا بنتي، حاولي تصلحي وتنقذي ما يمكن انقاذه. حاولي تعرفيه وتعلميه لو هو ما بيعرفش، عشان مش كل الرجاله فاهمه ان دي رجوله. يعني في ناس بيفكروا ان انا علشان مثلا
بساعدها في الاكل مثلا في مره، او عملت لها فطار مره، او عملت لها عشاء مره، او بحب ادلعها، او بحاول ان انا اعمل لها شعرها او بص اساعدها والله باي جميله طريقه. اهو. ماشي. ان انا كده مثلا ده يقلل من رجولتهم، بالعكس. خالص بالعكس. في ناس فاهمين كده، مش بالعكس. دول عندهم تربيتهم سوء مش تربيه عندهم مش عندهم وسوء مشكله. ثقافه. المشكله ان في البيئه والشعب اللي احنا عايشين في وسطه دايما، الناس اللي حوالينا فاهمين ان الراجل، الاهالي بتعلم الاهالي غلط. بيعلموا الاطفال كده ان الراجل هو راجل، ما يقومش يجيب لنفسه كوبايه ميه، هو بيشتغل وبيجيب فلوس، هقول وهي لكم على تشتغل في حاجه، انا البيت لو ويسيبها هي في ربنا البيت والكلام ده لو كله. ربنا رزقني في يوم بولد، انا اتعلمتها من ساره اختي. ساره بتعلم ادم ابنها ازاي بقى راجل ازاي. جنتل مع. اه والله يعني ادم لما يشوفني بيفتح لي باب العربيه، بيتعامل معايا بمبدأ ladies first. فاكره يا حبيبتي لما كنت بفتح لك العربيه في اول ما عرفنا بعض، لما كنت بوقع انت على رجلك؟ طول بتعمل كده. ايه ده؟ اه والله. طب انا بقول كده عشان الناس تفكر ان انا بطلت. لا هما في ناس بتعمل كده في الاول بعدين بيتغيروا، بس لا انا اختبرته في حاجات كتير على فكره. اختبرتيني وانا نجحت. كان عندك شويه حاجات بس انت بصراحه بتغيرها، يعني كان عندك حاجات ازاي؟ مفاهيم خاطئه. زي ايه؟ يعني مثلا انت كنت الاول بتقعد تقول لا انا راجل انا ما اعملش كذا، لا انا مش عارف ايه انا ما اعملش كذا. في حاجات، دلوقتي في حاجات لما فكرت فيها انا متربي عليها، لما فكرت فيها لقيتها غلط. لا انه هو الموضوع تعقيد على الفاضي، لانه انا مش بقلل من رجولته خالص، بالعكس دي حاجه بتخليني انا شايفاه هو بالنسبه لي ارجل واحد في الدنيا يعني. وبعدين طالما بيحبيه خلاص. وهي بتحبه، اهم حاجه الواد يبقى بيحبيه. بصوا هقول لكم على حاجه، ولا حاجه تقلل من الست ان هي تعمل اي حاجه جوزها نفسه فيها، ولا اي حاجه تقلل من الراجل يعمل اي حاجه يدلع مراته بيها. طالما مش عيب يعني بسطوا بعض على قد ما تقدروا باي طريقه او باي حاجه، حتى لو حاجات بسيطه زي اللي احنا بنعمله ده. والله احنا قاعدين زهقانين جدا جدا جدا، وانا عملت بطاطا طلعت حلوه قوي بس لسعت وانا بطلعها من الفرن. قمت انا قايل لها تعالي يا حبيبتي اعمل لك شعرك. عشان مش هبقى قاعده كده بالكحكه والقمطه وشكلي مقرف، وانا ما بحبش كده، وهو مش عايزني ابقى قاعده يأسانه من نفسي. وخلاص دلوقتي الوقت اتأخر والناس قفلت. تطلعي قدام شويه. شفتوا قال لي ممكن تطلعي قدام شويه، يعني هو من شويه زقني، لا حرام دلوقتي عليكي. غير من نفسه، مش عيب. حرام عليكي وبطلي افترا. ده انا بقول لهم ان انت كويس وبتغير من بطلي نفسك. افترا. الافترا وحش. ده بقول الافترا لهم. اخرته وحش. ده بقول لهم انك بتغير من نفسك، يعني هو قابل للتغيير، ودي حاجه كويسه وضروري الرجاله كلها تبقى كده. تعالوا بجد انا عازمكم، انا عازماكم عندي وهنعمل لكم بروجرام جامد ما تقلقوش. شوفوا كده بجد لازم هاني مون يا لولي، ما تسكتيش. والله انا ساكته بس لسبب واحد، ان ظروفنا ملخبطه جدا من ساعه الفرح، فربنا يفرجها علينا ونعمل هاني مون. عندنا حاجات يعني لما الدنيا بدات تظبط شويه العربيه جابت فتيس. فالفتيس غالي جدا. وبعدين هقول لكم على حاجه، هو بصراحه لما بيبقى قادر يعمل لي حاجه بيعملها. ما هو بيعمل لي شعري دلوقتي وبيعمل لي وهيجيب لي سوشي، عشان دي حاجات في متناول الايدي، مش زي الهاني مون. الهاني مون برضو محتاج تكاليف وانا طماعه، يعني مش هعمل هاني مون من غير ما اعمل شوبينج يعني جوه الهاني مون. والله هتريد تسوي شوبينج لازم. ايوه. حسبي الله ونعم الوكيل. حضرتك لازم اشتري لبس كتير واكسسوارز كتير وحاجات كتير قوي، فلازم بقى اعمل كده. فهو دلوقتي الراجل لسه الفرح خلص عليه وتوضيب الشقه والحاجات دي مش سهله خالص يا جماعه، واحنا والله كنا بنوفر. جماعه توضيب الشقه والجواز الموضوع دلوقتي بقى صعب قوي، معلش. طب هقول لكم على حاولوا حاجه، تستحملوا، حاولوا تعدوا حاجات. احنا ما جبناش كل حاجه في الشقه على فكره، يعني مش يعني لازم. لسه لحد دلوقتي لما بعوز مثلا معلقه، بعوز حاجات معينه في حاجات في المطبخ لسه ما جبناش. يعني اللي أشتريها. تابع المره اللي فاتت هيلاقينا ما عندناش مضرب بيض مثلا ما كناش لسه جبناه. وانا مثلا نزلت امبارح اشتريت هراسه، واشتريت ايه تاني، كان في معلقه السلطه بس ورا عشان تعرف تعمل القصه. بس انا عشان عايز اثبت دول.
هتوقفها كده زي النخله. كده بس سيب. بصوا عمل فيها ايه، معلش شايفين المنظر؟ عشان ده في الاخر عندي حساسيه يعني، حد عارف يعني نعمل فيها ايه؟ مفيش دكتور جلديه هنا يا جماعه؟ سوري بقى يا روماني، روماني مراد اللي هو الكوافير بتاعي. روماني انا بقطع عليك يا صديقي. روماني مراد يا جماعه والله جامد جدا، بس يعني روماني هو محمد اللي بيعمل قطع لها عليه. شعرها، هو اللي بيعمل لها شعرها دايما. هو جامد قوي بصراحه، هو حتى اللي انا عامل جبته لها في شعرها في فرحي وعامل الفرح، لي اللون. وهو اللي بيقول لها تستخدم صبغات لونها ايه مثلا لما ببقى عايزه اصبغ الروز او حاجه. بس هو ايه احنا ثانيه واحده بس اعمل بس ان انا الكوافير بقى دي. انت كده هتقلد ايمن. لا ايمن بيقعد يعمل الحركات دي. والله العظيم اه لا انا بعمل اللي هو الكوافير بقى دي. لا روماني ما بيعملش كده. لا، روماني في ناس بتعمل كده والله. والله العظيم ما بيعمل اي مجهود، في بس ناس- شاطر قوي. وفي الاخر طب اقول لك على حاجه، كان بيعمل لي شعري بفرشه غريبه ما فيهاش اصلا شعر والله العظيم. لا روماني شاطر. وعمل لي شعري وقال لي دي لو بقت خشبه بس انا هعمل لك شعرك بيها وهيطلع حلو. وهو قد اللي قاله. لسعني ففيه. والله ما قصدي. بس انا عايزه اقرا انتوا بتقولوا ايه. نهار اسود. ايه فيش دوست على الفيش. لولي قولي لمحمد يجيب لي عريس بنفس الفكر والطريقه. ربنا يسعدكم، مفيش حد اليومين دول بالاسلوب ده، ربنا يحفظكم. مفيش على فكره طب هقول لك على حاجه، قول لها بس عشان ما تيأسش. هو محمد ما كانش انا كده ما من كنتش الاول كده على فكره في كل الحاجات دي. يعني. عشان انت في لما ناس يقابلك حد وتبقي حباه خليكي معاه واصبري عليه، وواحده واحده مع هتغيروا بعض، حاجات مع بعض. وفهميه وهو هيفهم، وانت تعاملي معاه. شوفي هو بيحب ايه تعمليه له، وهو يبقى بيحب لو انت لقيتيه شوفي قابل بيحب. للتعديل في حاجات معينه، وانت كمان عندك القابليه انك تغيري حاجات معينه علشانه، يبقى هو ده تمام. كملوا والموضوع هيمشي، وكل اللي انت عايزاه هيحصل مع الوقت. يعني مثلا من غير امثله. لا انا مثلا واحد من الناس، سلمى كانت بتلبس مثلا لبس انا بغير شويه زياده، ماشي. فهي كانت بتلبس لبس مثلا في كت، في مش عارف ايه، في قصير، في الحاجات دي. يعني انا الصيف بالنسبه لي ما كانش فيه نص كم، كان انا كله بالنسبه كتات. لي انا بالنسبه لي اي نعم، انا نفسي ان انا تبقى هي بتلبس اطول من كده برضو، كم وحاجات كده، بس انا عشان برضو ما بقاش خانقها للاخر. طيب البسي بنص كم عادي، مش لازم تبقي محجبه، خليكي بشعرك. في حاجات طالما انت، اصل انت مش هتبقى غصب، انت وبعدين هو مقتنعه. اهم بيحب حاجه اخلاقي تبقي بقى وتصرفاتي، ان انا مش بلبس كده وبتمايص مثلا. لا وبعدين انا عارف ان هي ب 100 راجل. يعني انا حتى في الاول اي حد بيبقى بيشوف، يعني انا لازم برضو بقى اشوف اللي انا هتجوزها تبقى شكلها ايه، بتتعامل مع الناس ازاي. فكنت بشوف في كذا موقف هي بتتعامل ازاي، فكنت بحس انها ارجل من 100 راجل. اصلا في اللوكيشن بتاعه في السنه اللي اللوكيشن فاتت عندي السنه اللي فاتت كانوا مسمينها حسن. لوحدهم. والله العظيم بيقولوا لي ابو علي فين، وهي مثلا جايه راجعه جايه ورايا في العربيه مثلا، مسمينها حسن ابو علي. فزي ما هو يعني اكيد انت لازم تغيري من نفسك في حاجات، والله يا أكيد جماعة. لازم يغير من نفسه في حاجات، عشان في الاخر تبقوا انتوا الاثنين وسط، تبقوا بتحبوا بعض. وانا واثق مثلا ان هي في يوم من الايام اكيد هي هتبقى مثلا محتاجه تبسطني اكتر، مع تعمل الوقت حاجات اكتر. مع الوقت هتلاقي نفسكم بتعملوا حاجات كتير عشان بعض يعني. بس اهم حاجة هتحسي ان في امل من اللي قدامك او لا. يعني انا لو ما كنتش حسيت ان في امل، انه يبقى مثلا مش متمسك بالمعتقدات مثلا بتاعت انا راجل انا ما اعملش، انا راجل انا مش عارف ايه، لما نكشت جواه لقيته لا بالعكس، ده هو حنين جدا مش قوي يعني. والله العظيم لا. وعلى فكرة اغلب الولاد كده، بس هو مشكلة في الاهالي بيعلموا غلط. يعني مش كل الاهالي بيعلموا ان لازم تتعامل مع مراتك بالطريقة دي، او تهتم بيها او تدلعها او كذا. فانتوا حاولوا تتفادوا مشاكل الاهالي طلعوها. يعني مثلا انا على فكره انا ما كنتش باثق في حد، وبشوف ولا ان أنا. اي ولد كذاب. ولا انا كنت باثق في واحده خالص في حياتي. يعني انا ما بثقش في البنات عامه.
عشان هو شاف حاجات عشان كتير شفت وحشه بلاوي يعني. في حياتي. يعني كان بيلاقي مثلا واحده تبقى مثلا مع حد في حياتها، يعني كنت بتفاجئ مثلا بناتي يبقوا خارجين معايا وبيهزروا يعني حاجات مواضيع بيكراشوا كبيره. وحاجات كده، وفي نفس الوقت يجي لها تليفون فلاقي جوزها مثلا خطيبها، فحاجات كده، فما كنتش بعرفهم تاني. يعني انا في واحده كنت اعرفها مم. ماشي، فجاه جالها تليفون واحنا قاعدين مع بعض، فجاه لقيتها بقول لها انت بتكلمي مين؟ بتقول لي جوزي. جوزي؟ طب انت ما قلتليش ليه من الاول يعني؟ دي حاجات كانت وعملت ايه بعد كده؟ اكيد ما عرفتهاش تاني، قلت لها لا ماما شوف انت رايحه فين وخلاص. صح، عشان يعني انا بالنسبه لي اللي ما ارضاهوش على نفسي ما برضاهوش على غيري. اه. يعني لما ما كنتش مرتبط كنت عادي بصاحب وبنزل وبخرج بس وبعرف بتصاحب بنات. بنات يا اما بقى ماشي، مش بس في متجوزه يا الاخر اما مش بالظبط مرتبطه. اهم حاجه ما تبقاش مرتبطه حتى، مش مخطوبه. يعني ما تبقاش حتى تعرف حد تاني وفي فيلينجز ما بينهم حتى. ليه؟ لان ده اكيد هيترد. يعني افعل لابن ادم كما تشاء فكما تدين تدان. آية ربنا يخليك يا آية. بجد ربنا يخليكي، كاتبالنا سورة سورة الفلق. الفلق. فاحنا بقى ايه، انا كمان ما كنتش واثق في حد لانه اغلب الولاد كدابين. يعني انا بحكم شغلي من زمان جدا، انا بشتغل بقالي حوالي 15 سنه ولا حاجه عشان انا بحب الشغل جدا. فكل اصحابي اللي حواليا وزمايلي في الشغل كان اغلبهم شباب، اتعاملوا معايا ان انا اخوهم. وانا اخويا حماده صاحبي جدا، وكان شقي بصراحه وهو صغير قبل ما يتجوز. لا مؤاخذة يا هدى، معلش بنبدأ دلوقتي. بس كان شقي يعني، كان ممكن يبقى بيعرف 2 3 في وقت واحد، بس مش بيجي يعني، مش عشان حاجه، هم اللي جايين له. يعني هو كان بيتعاكس. هدى عارفة طبعا كل حاجة، ما اه. بنفتنش يعني. هدى دي مراتي طبعا. بس هدى دي بقى ارجل واحده في الدنيا. دي جدعانة يعني، دي مثال ست الجدعة الجميلة الرجولة. المحترمة، الرجولة، كل حاجة. ودمها خفيف كل حاجه بقى، يعني كوكتيل كده ابن لذينه. كوكتيل غريب، بنت بلد وجدعة وعسل وصاحبة صاحبها قوي وكل الحاجات. وبعدين ياما لما كنا بقى ايه لسه في مرحله الصدام بيني انا ومحمد، كنا بنروح نفضل قاعدين قدامهم ونتخانق انا وهو، وهم يستحملونا ويهدوا الدنيا ويضحكوا ويفتكروا ذكرياتهم لما كانوا مخطوبين. اكيد هم كمان كانوا بيحصل لهم بلاوي زي دي. طبعا، لحد ما بدون دلوقتي ذكر اسماء. بدون ذكر الحاجات اللي كانت بتحصل بقى. خلاص. فهدى مثلا يا جماعه صحيح عايزين نقول لكم على حاجه. اهم حاجه محدش يدخل حد من بره من الاهالي، عشان ده من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل في الدنيا. احنا كنا بنروح نقعد عند هدى وحماده علشان ما نسيبش بعض، لان احنا كان بنوصل ساعات في الخناقات ان احنا خلاص. وحماده وهدى كانوا بيقعدوا يقولوا لنا الكلمه دي، اوعوا تدخلوا حد من اهاليكم في الحاجات، عشان في الاخر ممكن الحاجه البسيطه اللي انتوا بتعملوها اللي انتوا ما بينكم، وبعدين الميزه اللي مش هتلاقوها عند حد، تكبر ما بينكم وتلاقي الاهل من هنا قاموا جت كرم. الميزه اللي مش هتلاقوها عند حد هنبقى كلميها من عندك يا حبيبتي. الميزه اللي مش هتلاقوها عند حد ان حماده وهدى مثلا لما كنا بنروح لهم ما كانوش بيسخنوا مثلا عشان هم اخواتي، فاهمين؟ يعني كانوا بيتعاملوا مثلا انه محمد ده اخوه. انا كنت بروح اصلا اشتكي مثلا، يعني انا كنت ساعات بروح اشتكي له، فلو انا غلطانه كان بيغلطني. لو انا اللي في حاجه كان بيقول لي، كان بيغلطها برضو، وكان بيجي يقول لي بجنب محمد في 1 2 3 لحد ما محمد بقى فاهم ان حماده ده ما بيجيش عليه علشان اخته، فبقى بيقول رايه بصراحه من غير ما يزعلوا مع بعض، من غير ما يبقى فيه حساسيه من ده او من ده. هطلع الرقم، اقفل وكلمني. امسك ثانيه واحده يا جماعه، اكلم ماما عشان لو عايزه حاجه. ايه يا حبيبتي؟ انا هنا يا ماما في البيت. في حاجه؟ معلش يا حبيبتي هجيلك كمان شويه، يعني ساعه كده ولا ساعتين ممكن اعدي عليك. ايه؟ طب اعمل ايه يا حبيبتي؟ والله بعمل حاجه بس. طيب انا كده كده شويه وهجيلك ان شاء الله الحق قبل ما تنامي. حبيبتي يلا سلام. بوحش مامتي.
يا بخته يا بخته يا بخته، طنط ساكنه بعدينا بعمارتين وانا مامتي ساكنه بعيد. ما احنا ما بنروحلهاش يعني غير كل فين وفين مره، ولما بنروح لها بتبقى هتنام. وانا مامتي ساكنه بعيد. ماشي، ما احنا بنروح لها برضه. انا مامتي ساكنه بعيد قوي. انت بتحسدي ولا ايه؟ ايوه. لولي بطلي بترق، مصر كلها بتسمع المكالمه. اتعرفنا على بعض ازاي؟ انت يا ياسمين مش متابعه؟ ايه ده شكلك مش متابعه؟ انا شقطته في فرح. لا انا اللي شقطتها في الفرح. انا اللي شقطتك في فرح. انا اللي شقطتك في الفرح ده. انا اللي شقطتك حبيبتي. انت لما دخلتي قلت لقيت البنت العسل داخله كده، فخطفتني، فقمت باصص كده قلت اوبا. فلقيتها واقفه مع واحده صاحبتي جدا اللي هي هند، ما اعرفش ان هي اختها، فروحت بقول لهند هي شعري. مين طيب كمل شعري. مين اللي كانت واقفه معاكي دي؟ قالت لي دي سلمى اختي. بقيت بقى عايز اخنق هند لان هي ما عرفتنيش على سلمى قبل كده. فقلت لها يا ايه ده، امال فين خطيبها ولا جوزها ولا صاحبها ولا ايه؟ ماشي. فقالت لي لا هي مش مرتبطه. قلت بس كده جبرت الموضوع كده فل. اشقط بقى. بصراحه في الاول كنت هشقط، وبعدين لما لقيتها اخت هند، فهند محترمه جدا وزي اختي، وبعدين لما اتعرفت عليها اكتر فبدأ الموضوع يقلب بايه، ما فيش بقى شقط والكلام ده، في احترام وفي ادب وبتاع. فقلت بس في رجوله، بنت راجل في كل الحاجات. فقلت خلاص. بس وعماله اجدع معاه من غير سبب. وكانت بتجدع معايا في حاجات، وكانت واقفه معايا في كام موقف كده، وهو لقيته جدع برضو لذيذ. بس ايه ده البنت العسليه بس دي. بيستعبط بقى شويه. ماشي عمال يستعبط. سؤال، انا اصلا لما كنت اول يعني لما كنا متقابلين كان معايا واحده صديقه. بطلي بقى خلاص، بس ربنا يهدي كل الناس. بس والله انا بحبها. ماشي. يعني هي شمال بس انا بحبها. خلاص بقى والله هي شمال بس انا بحبها. حرام خلاص. هي شمال بس انا بحبها. ماشي. عارف ليه؟ ما علينا. والله العظيم كل مره كانت تحاول توقع بينا كنا بنقرب اكتر، عشان كده انا بحبها بصراحه. هي كانت ذكيه جدا. يعني ذكيه، بس للاسف دي اذكى، فكانت كل مره تحاول تخش توقع بكل الطرق. وتقول لي معلومات بقى ايه، يا نهار اسود. تخليها ما تعرفنيش تاني. ما اعرفوش تاني، بس كل مره كانت بتعمل كده كنت انا بقرب انا وهو اكتر، لان انا بروح احكي له اللي اتقال لي، او ما بحكيلوش اقعد اتقصى الحقائق واشوف بقى. لا ده انا اتقل عليا بلاوي خلاص في الاول. ثواني بس كنت اتقصى الحقائق، فلاقي ايه هو بيعمل دلوقتي العكس كله. فبعد فتره اقوم قايله له بقى ان انا كان متقال لي كذا وكذا 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 وكذا، وانا برضو ما كنتش بصدقه على طول الخط، او ما اديتوش الثقه بسهوله قوي كده يعني. زي ما هو كمان هو الاول يا نهار اسود. انتوا عارفين ده الاول كان يقعد يقول لي ايه، لا انت يعني ايه، انت لازم تنزلي معايا وتروحي وتيجي معايا ومش عارف ايه، عشان هو كان بصراحه بيلاقي ناس مش كويسين قبل كده في الحياه. دلوقتي لا، هو دلوقتي خلاص انا عارفه وانا مغمضه هو لو مديني ظهره بيعمل ايه. لا ما بتبقاش عارفه قوي يعني، ده انا ببهدل الدنيا وبكسر الحاجات. اصلا انت ممكن تسيبني مثلا تلاقيني دخلت نمت عادي. لا والله ساعات مثلا اسيبه شويه اخرج الاقيه بيتفرج على صورنا، يعني ما بيعملش حاجه تانية. ايوه، ما انا كده بخونك. او بيكومنت مثلا للفانز اللي بيحبوني انا وهو. ايوه. او يعني حاجات كلها ليها علاقه بينا سوا. يعني انا مثلا بعلق على فانز مثلا بترخم عليها فبتقول كومنت، فبتقوم مترقع لها في كومنت على طول. بيقوم قايل لهم انا بحبها وانا ماليش غيرها وانا هي الوحيده اللي في قلبي وهي اللي عشان انا ماليش غيرها. انا ماليش غيرها يا جميلتي دي حبيبتي. يلا كمل شعري عشان نشوف طنط. انا عايزكم معانا بس عشان حاجه، عشان تعرفوا انا شاطر ولا مش شاطر في الاخر. لا شاطر. لا ما احنا لازم هما اللي يقولوا. وبعدين عشان الرجاله تتعلم. شايفين لفه الفرشه دي؟ معلمه يعني. علي اللي هنا شويه. احنا هنخلص وبعد كده نعلي ونعمل اللي احنا عايزينه. من وين انتم؟ من مصر. عملت مليون كومنت وما تقراش. اقراني بقى، اقريني بقى يا لولي. ناني
ريني بقى يا لولي. وبعدين محدش هيقدر يوقع بينكم خالص، انتوا العلاقة بينكم قوية ومستحيل تتهز ان شاء الله يا رب، ما تتهزش ابدا. ربنا يخليكم لبعض وتفضلوا على حب ومودة كده دايما يا رب. هو ربنا قال لنا وجعلنا بينكم مودة ورحمة. دي اهم حاجة تطبقوها. لو طبقتوا الدين يا جماعة، سواء كنت كل مسلم الأديان. سواء كنت مسيحي سواء كنت يهودي، شوف الدين بتاعك بيقول ايه، هتلاقي في بقى زيزي في رحمة. احمد بتقول لك اتكسفت انك تقول لامك انك بتعمل شعرها. لا اكيد ما اتكسفش، لا لان طبعا. طنط عندها فيسبوك وهتدخل تشوف. ممكن هي اصلا تبقى متابعة دلوقتي على فكرة على فكرة خالص. وبعدين يعني ماما عارفة هيتكسف من امه، مش مش هيتكسف عارف. من مصر كلها. مش فاهم انا ايه ده. غريبة وبعدين ماما أوي. عندي على الفيسبوك يا جماعة اصلا، ومتابعانا على فكرة. ماما إذا بيج فان يعني. اصلا على فكرة مامتي ومامتها وبابايا. وباباها كل العيلة. والعيلة كلها تقريبا من الفانز بتوعنا اصلا. وريكا كاريكا شيكابيكا. ايوه ريكا ده حبيبتنا دي. شاطرة يا لولو. ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. قولوا لنادر خطيبي بحبه قوي 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 وبموت فيه. ماشي يا دودو. وهو مش موضوع جوزك على ما تعوديه، هو اهم حاجة ان احنا الاتنين نتعود ان احنا نبسط بعض، مش انا اللي اعوده او هو اللي يعودني. ممكن تعملي لي بس كده شوية بقى؟ ماشي. طب معلش مش هقراكوا شوية، بصوا بقى انتوا معانا. رامي صاحبنا مذيع في الراديو على 90. ايه ده بيقول لي trying to finish ليه؟ ايه؟ في جواهر انا من السعوديه وجالسه اشوفكم. ميرسي يا جواهر. كل سلامنا لكل اهل السعوديه. ونسلم على كل اهل السعوديه، وان شاء حبايبنا. الله لما نيجي قريب نعمل عمره يا رب هنقول بس لكم. تكتبها لنا، هنقول لكم نتقابل. ايه تاني؟ ناني بتقول لك اكيد مامتك عسل عشان جابت قمر زيك، واكيد مامة لولي قمر عشان جابت نوتيلا زيك يا لولي. حبيبتي يا ناني بجد انتوا اجمل اتنين شفتهم، ربنا يخليكم لبعض يا رب ويديم بينكم الحب دايما. كتبتلك يارا، كتبتلك 100 كومنت، ممكن تردي عليا؟ خلوا بالكم يا جماعه عشان في ناس بتزعل ان احنا بنلحقش. لولي بطلي افترا، انا من جيش محمد جامد جامد جامد. انا حبيبي مطلع عيني، هو حنين وكويس بس طبعه وحش قوي ومش بكلمه بسبب كده. ممكن تقولي لي اعمل ايه؟ غيرتي محمد ازاي؟ لاني مخنوقه ما غيرتنيش قوي يا جماعه برضه. مش بكلمه. بصوا هقول لكم على حاجه. اولا ما اهم كانش في حاجه حاجه اسمها ما بكلموش وما بالظبط، بتكلمنيش. انا لسه كنت هقول لها كده. مفيش حاجه اسمها مخاصمات. مفيش حاجه اسمها الخصام بيكبر الفجوه، بيخلي المشكله تكبر، بيخلي كل واحد شيطانه يلعب في دماغه، وبيخليكوا تقدروا تبعدوا عن بعض. لا بالعكس، خاصموا واقعدوا جنب بعض. يعني هو زمان كان لما بنتخاصم كان بيبقى ساعات عايز ان احنا كل واحد يروح ومش عارف ايه، كنت برخم عليه واقعد اقول له ايه؟ ده حقيقي، وهي كانت شاطره في ده. كنت بقعد اقول له ايه؟ انا كانتش قاعده بتسيبني. خرجني، انت لازم تجيب لي عصير دلوقتي اشربه واحنا ما بنتكلمش. انت لازم دلوقتي تروح تجيب لي كانت لازقه قوي فطيره بس نوتيلا. لازقه حلوه. ثواني، فطيره نوتيلا. وبعدين واحنا قاعدين بنهدى شويه، بعد شويه بيبتدي الشيطان يحس بيخرج انه خلاص في حاجه، انا كنت غلس في الحته دي وهي كانت غلسه في الحته دي، بنعدي الموقف. انما انا روحت فضلت بقى شايله في دماغي انه كان رخم، وهو شايل في دماغه ان انا كنت بغلس عليه قعدنا نرخم والموضوع كبر. خلاص كرهنا بعض بقى.
انا نسيت اسمك طبعا. روحي بقى ايه اتكلموا وقولي له احنا متخاصمين زي ما احنا، بس انا بتكلم عشان احنا مفيش حاجه اسمها متخاصمين دي، لحد ما نبقى نشوف حل للموقف اللي احنا فيه. عادي، وقولي له مثلا انزل معايا عشان عايزه اشتري حاجات، حتى لو انت بتنزلي لوحدك انزل معايا عشان عايزه اشتري حاجات. فهيقول لك انزلي لوحدك، قولي له دورك ان انت تنزلني، النور قطع. لا ثانيه واحده ثانيه واحده، النور فصل من بره قافله؟ تقريبا. الصاله منوره. هاو انتوا فين؟ النور جه. انا سامعها بتقول عو حاجات. ماشي، اللي بتقول عو دي ماشي، بقول لها انزل اجيب حاجه من تحت البيت، تقول لي لا ثانيه واحده، ما وتقوم تلبس. تسيبنيش في ثانيه بلبس. بتلبس وما تقعدش معاها، ما تقعدش لوحدها في في لبس الشقة أبداً. جاهز على طول للمواقف اللي زي كده. ماشي، في سريع. ثانيه بلاقيها قبلي تحت. بصوا نكش لي شعري ازاي. ثانيه واحده انا لسه ما خلصتش. وبعدين ذمتك كده منكوش؟ لا لا شاطر يا عامر بجد، عاش عسل يا لولي، انتوا بحبكوا قوي. علياء انا نفسي اشوفكوا قوي وبحبكم جدا، يا رب تفضلوا. ما فهمتش نفضل ايه، بس اكيد نفضل اكيد زي ما احنا كده. احمد عزقول، الناس بتقول ان اللي بتعملوه ده هيافه، لما اكون عامل حادثه كبيره وانا نايم في السرير اتابع اللايف بتاعكم، فدي محبه من القلب. اللي شايف ان محبه محمد ليكي هيافه تبقى دي قمه الهيافه. صح يا عزقول، انا كده ابتديت احس ان انت صديقي صدوق. ثانيه واحده، انت احمد قول لي في كومنت تاني، انت كويس ولا في حد حادثه؟ عامل انت حادثه؟ اللي حادثه؟ انا ما خدتش بالي من اللقطه دي. حبيبي كلمني يا احمد لو كده بعد اللايف، او ابعت لي دلوقتي. استنى احنا نكلمه لما نخلص. قول لي انت ولا مش انت الاول، بس ثانيه واحده عشان ايه، ولا قصدك على حد صاحبك تعبان فبيتابعنا؟ انتي وعامر اصلا بشوف نفسي انا وخطيبي فيكم والله، قوي 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 قوي، نفس الجنان وكل حاجه بتحصل. المشكله ان انتي كاتبه اسمك بطريقه غريبه، فانا مش عارفه انتي اسمك ايه. هو دلع بس برافو عليك يا محمد ما شاء الله. لو بيحصل كده بين زوجين مفيش طلاق، وده مش بينقص من رجولتك خالص. بالظبط يا محمد يا عاطف والله. بعيدا عن ان انا اتلسعت 15 مره لحد دلوقتي، بس انا برضه مدفوعه في البطاطا والله. انا اتلسعت انا من السشوار كذا مره. معلش انا مش بروفيشنال قوي يا جماعه. لا بس شاطر والله. اكيد بتقعد تقول لي شاطر عشان ما يقاسش. لا والله دي الحقيقه. مش دايما، بس انت شاطر. عشان بحاول. عشان هو عمل لي حته دين كريب، مش كريب، وافل. لولي بحبك قوي 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 قوي، برافو عليك يا محمد يا عامر، كوافير شاطر والله. جيش لولي بقى حبيبتي يا سلومي، مجانين بس بعشقكوا. لا بجد شاطر وبتعرف بجد تساعدها، الله اكبر عليكم. اسمها الزهرة البرية. انا عايز اعرف يا جماعه، عايز اعرف بس سؤال علشان ده نفسي افهمه، مش عشان حاجه. ليه بتسموا نفسكم اسامي زهره بريه؟ انا توته، انا توته، انا توته، انا حاجات كده. وليه بتحطوا صور كرتون وحاجات غريبه؟ ليه مش بتحطوا صوركم؟ وليه ما بتحطوش اساميكم الحقيقيه؟ علشان دعايه ولا في ايه؟ عشان ابقى فاهم بس. يعني هي الدنيا كلها بتعمل كده، يعني ما حدش اتأذى. وبعدين على فكره ممكن لو انت خايفه تحطي صورتك العاديه على الفيسبوك وانت ماشيه في الشارع وانا بعيد اصورك عادي، بحط صورتك عادي يعني. جابلك السوشي جابلك السوشي جابلك السوشي جابلك السوشي جابلك السوشي يا مودي. لا ما جابليش السوشي يا مودي، بكره يا مودي، يا مودي بكره يا مودي. الناس اجازه وكان عندنا شغل، اعمل ايه طيب؟
وهي كانت عندها شغل. قولوا لي اقري كومنت وربنا هاجي اضربكم. وبعدين انتوا لازم تيجوا اسكندريه، نص شعبها بيعشقكوا اصلا وبيحبوكوا قوي 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 قوي. جيش قولوا لي بقى. ماشي يا ابو سينا، هنيجي قريب يا رب يسهل بس الدنيا والعربيه تتصلح ونيجي. الاطراف دي بس عشان الاطراف مش عاجبك؟ الاطراف وريني فين الاطراف اللي مش عاجبك؟ الصغنونه دي فين؟ عشان صغنونه قوي مش عارف اجيبها قوي. طب ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. ايه رايكم؟ بيعرف يعمل شعري؟ هي بيعرف يعمل شعري ولا فاشل؟ عليكم ان تقولوا لنا. قولوا لي لا 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 قولوا لي. فين كلتي السوشي يا سلمى يا قمر؟ فين اللي انت بتقولي؟ خلاص استخبت. فين بقى؟ اعمل القصة كلها، الاطراف بتاعت القصة. حرام عليك اقري الكومنت بتاعي. انا من فانز رنا سماحه يا عامر، بحبكوا قوي 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 قوي. انا من اسوان ويا ريت تيجوا اسوان، عايزه اشوفكوا قوي والله العظيم. من احلامنا ان احنا نروح اسوان والاقصر كل الاماكن السياحيه اللي في مصر يعني. لا هقول لك على حاجه. ظبطت لك دي؟ لا. ايه؟ مش عايزاها تبقى عامله لبره كده؟ لا امسك كده التليفون وانا اظبطه. جربي بقى انت اعملي القصه. مش عارفه ايه؟ احنا نهزر تقولي مش عارفه. شوفوا بقى لولا يا جماعه وهي متألقه العربيه اتقلبت بيها وشويه كسور بسيطه بس حسيت ان مفيش حاجه ولا حاجه. انت لسه بتجري يا احمد بالعربيه برضه؟ مش فاهم فيك يعني؟ يا جماعه اللي بيجري بعربيته ده بيأذي نفسه بيأذي اهله. هكلمك يا احمد بعد كلمني يا احمد على طول بعد اللايف. بيجي الشباب في مصر مش بيبصوا للي محمد بيعمله على انه حب، وبيبصوا ان دي حاجه بتقلل من رجولته، مش بيفهموا ان واحده واحده هيتعلموا خالص. وبيبدا كل واحد يتعامل باسلوب مش حلو وبيخلي اي علاقه في البيت. يا جماعه واحده واحده، ولازم تعرفوهم وتفهموهم. هيتعودوا هيتعلموا. الناس مش من اول يوم بتاخد الموضوع ان هو كده. يعني مثلا هقول لكم على حاجه هي ملهاش علاقه بالموضوع، بس لما بنيجي نصلي اول مره الموضوع بيبقى تقيل شويه زي الرياضه. اول يوم بيبقى صعب شويه، تاني يوم بيبقى الموضوع عادي. واحده واحده بنتعود، بتلاقي نفسك مش هينفع ما تعملش كده. خلاص بقى هو الموضوع بقى عاده، وبقى عاده مش هينفع تبطلها. فكر الاهل ان ما ينفعش تحط صورتك وحاجه خانقه، ما يعرفوش ان اللي عايز يعمل غلط بيعمله، دايما بيعملوا حساب للعادات والتقاليد بس. للاسف. ما هي دي غلطه بقى. وبعدين هم مش عارفين ان انت مثلا وانتي نازله في الشارع بالنهار ممكن تعملي حاجات وحشه برضو عادي. الانسان بيمشي بضميره هو وضميره مع ربنا ومع اهله. لولي اللي بحبه بقالي 7 سنين جه فجأة قال لي ناخد بريك، وبعدها قال لي انا مبسوط كده ومش هرجع وده بدون اسباب. قولي لي اعمل ايه يا لولي؟ ولا طيب. حاجه، بعتي له علبه كيتكات على بيت امه. لا انا بالنسبه لي هو طالما عمل كده من غير سبب ماشي، يبقى هو شاف شوفه تانية
وشايف واحده تانية وهو حاسس ان هو اللي كان بيعمله ده كان زمان كان اي حاجه. فشوفي مستقبلك وشوفي هو كان حياتك. المفروض يروح يقول لها الصراحه لو هو راجل. هو مش اولا لو هو فعلا كده زي ما انا بقول يبقى هو مش راجل، لان هو ما قدرش يواجهك بالحقيقه. لازم يصارحك. يعني المفروض ان هو يقول لك لا في وده في واحد اتنين الاخر تلاته. زي ما سابت هيسيب التانية لانه راجل بديل بيهز ديله في اي حته يعني. دي حقيقه. أنا عملت حاجه غلط. الصعيد مفيش بنات. ها ايه رايكم؟ عملت شعري لنفسي. ها في الصعيد ما ينفعش بنات تحط صورتها على الفيس. دي عشان عادات وتقاليد، انا عارف الموضوع ده. مشي دي الصعيد وواحده واحده بيتغيروا لان عملوا حركه ان واحد جوز بنته في الصعيد ده بدري جوز بنته في الاخر ودى بنته في داهيه علشان ابنها جوزها ضربه. لحد ما موته. يعني ما بعدين مش عايزين نقول حاجات وحشه. ماشي ما احنا بنقول سلمى، بس. انا بحب حد من اول نظره ومش عارفه اعمل ايه، هو صاحب ابن عمتي سلمى، قولي لي اعمل ايه والنبي. هقول لك انت عندك كام سنه الاول انت عندك كام سنه يا جوجو؟ وبعدين اوعي تعملي اي حاجه ولا تحاولي تلفتي نظره. خلي الموضوع لسه بينك مش وبين نفسك، وهو لو عنده نفس الحاله هيجيلك. ابدا اوعي تلفتي نظره ولا تعملي اي حاجه. لو بيقولوا لي نصيبك هيجيلك لحد عندك. انفع كوافير هرجي حريمي. ماشي يا فاطمه ماشي. محمد بيقول يلا خطيبي اني بحبه قوي اسمه صلاح. دنيا بتحبك قوي يا صلاح. انا بفرح قوي 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 لما بشوفكم الدنيا حلوه، بحس ان الدنيا حلوه. بعشقك يا لولي، جيش لولي العسل. ماشي خليكي من جيش. ماشي يا سلمى، ما انتوا على اسم بعض، عايزه ايه يعني؟ ماشي سلمى، انا بحب حد من اول نظره. احنا قلنا لك يا جوجو ما تحاوليش تبيني له. انت عندك كام سنه يا جوجو؟ ما تبينلوش طبعا. ما تبينلوش حاجه دلوقتي. يعني لازم نبقى عارفين انت عندك كام سنه، هو عنده كام سنه، بيدرس ولا بيشتغل، حاجات كده. بس في كل الاحوال اوعي تبيني. ملاك اوكي. مش بتشوفوا كومنتي، زعلانه منكم. انا بحبكم جدا وبتابعكم. ولا والله احنا الكومنتات بتجري بسرعه، فعشان كده مش بنلحق. منا انا مجنونه سلمى ومحمد عامر، ربنا يخليك يا منا. وحط صورتنا كمان. انت بجد زي على العسل. فكره بفرح انت قوي بجد زي لما العسل. بنبقى بنكتب بنرد على حد او بشوف سميرة حاجات. سميرة من استراليا وبتحبنا قوي، واحنا بنحبك قوي 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 قوي. قمر والله يا سلمى، ربنا يخليكم لبعض، وما شاء الله عليكم بتدونا امل. ومحمد بجد دايما لما بشوفه بطمن ان لسه في رجاله بجد، وان في ناس بتحب بجد. في رجاله كتير بتحب بجد يا زينه. بس عليهم شويه تراب من اللي بيشوفوه في الدنيا في لان حاجات كتيره، احنا الحياه بنشوف حاجات كتير بلاوي في حياتنا يا زينه. فلازم معلش لازم اتعبوا معانا شويه، واحنا بنتعب معاكم شويه. لحد ما تلاقي الشخص الصح وهو يلاقي الواحده الصح اللي تبقى قيمة، معاه. مساء الفل عليكم. بتضحك. كنت مكتئبة والله وشفتكم فرحت، ربنا يخليك يا رب. احنا بنفرح جدا لما الناس تبقى مبسوطة عشان بسببنا. يعني لما بنقدر ان احنا نبسط حد او بنسعده، والله وانا ده حاسه بيبقى سبب من اسباب سعادتنا احنا، والله العظيم فعلا بجد. في مش حاجه بنقول بتقول كلام دايما وخلاص. من حب ربه حبب فيه خلقه. بالظبط. وانا دايما باخد بالعلامات. يعني لو ربنا بيديني علامات مثلا على مواضيع معينه في الدنيا، ريهام سيد. بحس ان العلامه دي يعني مثلا ببقى رايحه مشوار فتجيلي علامه ان المشوار ده مثلا مش تمام فبلاش منه فما روحوش. فبقى انا باخد بالعلامات جدا وباخد بالاسباب جدا. فانا بحس ان لو انتوا كلكم فعلا بتحبونا كده يبقى ربنا بيحبنا. يعني دي مسج انا بقى موافقه بيها جدا. عايز اقول لك ريهام بتقول لنا بمناسبة الصور اللي على الفيسبوك، انا مش بيجي لي قلب اشيل صورتكم. اعمل ايه بقى؟ حتى صورتنا اصلا بروفايل. اصلا احنا بنحبك انا اصلا يا بحب كده ريهام. قوي يا ريهام. والله بفرح قوي قوي. انتوا الحب اقسم بالله. ربنا يخليك يا محمد. وقول اسمي زي ما قلتوا يوم السوشي يا محمد يا شاب حبيب قلبي. اقول لكم على سر. الفيوم بنحبكوا شايفين قوي. الشراب ده؟ انا كنت لابساه يوم فرحي. الشراب ده يا جماعه صحيح ده ليه قصه. ده كانت لابساه يوم الفرح تحت جزمه الفرح. هتقولوا لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش بقى. يعني هي بتعمل حاجات غريبه جدا. وغيرت جزمه الفرح يوم الفرح. كنت لابسه بوت. لابسه بوت عادي. وانا ما كنتش لابسه جزمه اصلا. كانتش لابسه جزمه فرح اصلا. كانت جايبه جزمه ويدج كده ومعمول عليه ستراس وحاجات. كانت عامله حاجات غريبه جدا. مش كونفرس عشان ما تبقاش فلات. ويدج لا اللي هي ويدج عاليه. العاليه.
انا بحبكم قوي، عايز احكي لكم على حاجه. انا وخطيبي بنحب بعض، بس المشكله لما حاجه بتزعله بيكبرها، ممكن يقعد 4 ايام يتكلم فيها مش سلس كده. اعمل ايه في الحته دي بقى؟ على فكرة مع الوقت كله مع الوقت بيعدي. لازم كده كده واحده واحده، يعني لازم تبقي معاه واحده واحده وتتكلموا وتفهميه ان ده هو لما غلط وده بيعمل يكبرها غلط. انتي قولي ولما له يكبر ماشي، المواضيع قولي له هي ماشي. كبيرة بس خلينا ناخدها واحدة واحدة، عشان لو قلت له هي بسيطة هتعصبيه. هتعصبيه بالظبط. يعني احنا بنتعصب قوي لما حد يهيف حاجات احنا بنعملها على احنا فكره. او انتوا، انا لو انا جايه بتكلم في حاجه ومنفعله جدا وانت قلت لي لا على فكره هي عادي، هتعصب منك، لانه ما ينفعش تتفه من حاجه مضايقاني ابدا. جوجو عندها 19 سنة ومش عارفة أذاكر، بس الموضوع ده وهو عنده 24 سنة ومهندس. أولا اوعي تبقي مش عارفة تذاكري والكلام ده، لأن اوعي ده اي أكبر حاجه غلط. في الكون. لأن بالنسبة له وبالنسبة لأغلب الناس، أنا دلوقتي راجل مهندس، أنا راجل مش عارف إيه، لو أنا مثلا حبيت واحدة والبنت دي مش متفوقة ومش متعلمة ومش مثقفة وحاجات كده كتير، مش هتلفت انتباهي أصلا. وهقول لك على حاجه كمان. يعني دي لازم البنت تبقي فاهماها. القويه، البنت القويه، هي اللي بتقدر تلفت انتباه الراجل. لا انا على عايزه فكرة اقول حاجه اهم. قولي. بلا راجل بلا بطيخ. البنت القويه لازم تبقى ناجحه في دراستها وفي حياتها وفي شغلها، والراجل في حياتها لو هيخليها تبقى اقوى وانجح وهي تعرف تخليه اقوى وانجح، يبقى دي علاقة صح. لو هو هيفشلها بس عشان هي قاعدة بتفكر فيه، تبقى هي مش قوية وهو اصلا غلط يكون في حياتها. لان انت لو هتبقي دلوقتي مش عارفة تذاكري بسببه، يبقى ده مع الوقت لما تتجوزيه او تتخطبي له، لما يبقى عندك حاجة وهو يقرر في مخه ان يخليكي تبقي فاشلة، هيخليكي تبقي فاشلة. مم. يبقى انت كده واحدة ضعيفة مش قوية. انت تفصلي مستقبلك وشغلك وحياتك ونجاحك وحاجاتك والحاجات دي عن الزعل. يعني مثلا انت اكيد من الشخصيات اللي لما بتزعل ما بتاكلش، فاكس ده أه حاجة وده حاجة. هاجر تفتكر يرجع يندم عليا ويحس بقيمتي، ولا خلاص مش هيكلمني تاني؟ لو انت كنت كويسة معاه ومحترمة وجميلة وكده، اكيد هيندم وعليكي في يوم من الايام، بس بعد ما ياخد على بس قفاه. بعد ما ياخد على دماغه. لان هو طالما طلع مش كويس وطلع مش راجل، معلش في معنى الكلمه، لان انا ابقى مع واحده ومعشمه بقالي 7 سنين انا بحبها وهتجوزها، وفي الاخر في يوم وليله اقول لها معلش اصل انا خلاص انا مرتاح كده من من غير غيرك، سبب من غير خلع. سبب، من غير سبب، فهو كده مش راجل اصلا. فاكيد بما انه عمل كده معاكي، فربنا مش هيكرمه وهياخد على دماغه. يا نهار ابيض. وعشان انتي سألتي السؤال ده، يعني عايزة اقولك على حاجة، ما ما تستنيهوش يندم. تستنيهوش بقى يندم. انت خلاص عيشي حياتك وشوفي حياتك كويسة وانجحي في حياتك. واحمدي واحمد ربنا ربنا ان ده انه حصل ظهر. دلوقتي، انه بدل ما كنتوا تتجوزوا وتجيبوا عيال وبعد كده يطلع اصلا مش كويس. كان دي يخونك وانتي كان ممكن متجوزاه. كان يبقى بيخونك ده بالظبط. وجع، ده ما بعد وجع، وممكن وقتها تقتليه عادي جدا، عشان الستات سهلة قوي يقتلوا. انا بحب واحد واهلي واقفين في الجوازة دي، وانا بحبه وهو كمان، وهو بيحاول معاهم ولسه بيحاول، بس انا تعبت معاهم. اعمل ايه؟ ممكن الرد هم مش موافقين ليه؟ اسمعي وجهة نظر اهلك لازم الاول، تعرفي وجهة نظرهم وتشوفي وجهة نظرهم صح ولو هو ولا مش هيعرف ولا يثبت غلط. لهم العكس بالظبط، هو يحاول يثبت هيحارب لهم. عشانك قد ايه، عشان ده مهم جدا. يا جماعة انا حاربت كتير عشان ابقى مع سلمى. في ناس مفكرين ان انا حبينا بعض فروحنا اتجوزنا خالص. خالص. احنا قعدنا كتير قوي نتحارب ونحارب علشان نبقى مع بعض و... وكنا بنصبر بعض وكنا بنقوي بنصبر بعض، بعض. وكان بيحصل مشاكل من عندي من البيت، وكان بيحصل اعتراضات، ومن عندها كان بيحصل حوارات، ومن هنا دول ما يعرفوش حاجة، احنا ما كناش بنعرف حد من هنا حاجة ولا حد من هنا حاجة. وكنا بنقعد احنا في الاتنين نصبر بعض ونهدي بعض، واحنا الاتنين بنحب بعض في الاخر. ماشي. ولما جينا في مرة من المرات اتعصبنا، الموضوع كبر قوي وزعلنا قوي ومش عارف ايه، وحد فينا كان هيتخلى عن الموضوع، تاني قال له انت اتجننت. فاكر؟ انت اتجننت. مرة في حد مننا ماشي خلاص بقى كان بدأ يفقد الأمل زعل بقى قوي، وزعل حصلت مشكلة وزعل قوي. وخلاص، والموضوع بالنسبة له كده كان خلاص بقى، لأنه كده زاد عن حده. فبيقول خلاص أنا عملت كل اللي أنا أقدر عليه، وفي الآخر أنا مش هقدر أكمل عن كده. فقام حد مننا قام قايل للتاني أنت اتجننت بعد كل ده؟ هو احنا عملنا كل ده عشان على الفاضي كده؟ فاكرة؟ بس وفي الاخر هدينا ورجعنا عقلنا تاني وبقينا مع بعض وبقينا زي القمر كل حاجة. تحس ان انت بتقول لهم عليا يا ابن الذين.
هو ده الحب ولا بلاش؟ ربنا يخليكم لبعض. لازم الحب يبقى جماعة ما بين كل الناس، مش لازم يبقى الحب ما بين كل اتنين بيحبوا بعض بس. يعني كل راجل وست او اتنين مخطوبين او اتنين متجوزين، المفروض ان كلنا نبقى بنحب بعض. يعني ابقى بحب كل الناس اللي معايا في الشغل وعايزهم يبقوا احسن ناس وابقى بحاول اساعدهم. اه يعني بلاش النفسنة والحاجات دي، عشان آه، ما حدش بياخد رزق اللي حد. بينفسن في الاخر بيلبس. والله والله بيلبس في الاخر. يعني ورزقكم في السماء وما توعدون، بالظبط. وبعدين ما حدش بيحارب، ما حدش بياخد رزق حد، وما حدش بيمنع عن حد رزق. إن في ناس بتتخيل ان هم مقسمين الارزاق، بس ما فيش حاجة اسمها كده. بغض النظر عن ان في ناس بتنتقدكم، الا انكم ربنا يحميكم بجد، فعلا بتدوني امل في ان الجواز حلو، لان الرجاله والناس اللي حوالينا يقرروا في كل شيء. ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه. يا جماعه هقول لكم على حاجه بس مهمه قوي. تلات ارباع الرجاله اللي متجوزين وعايشين حياه حلوه وزي الفل، بيجي اول ما يلاقي حد بيتجوز، ايه ده انت هتلبس؟ انت معلم المغفلين هيزيدوا واحد. إيه يا معلم انت كده خلاص هتخش السجن وهتخش الحاج، وهو اصلا مبسوط في حياته زي الفل وعايش حياة زي الفل. ماشي. وتلات ارباع البنات برضو نفس الموضوع. آه، وفي الاخر هو عايش زي الفل مع مراته وحياة، بس هو تقاليد وكلمة بقت على لسان كل الناس، اللي هو البس يا معلم المغفلين هيزيدوا واحد، هتخش القفص، راح القفص برجليك. الحاجات اللي هي دول بتتقال دي، بيصدروا طاقة دول سلبية. بيصدروا طاقة سلبية، وهم حياتهم أغلبهم زي الفل وعايشين حياة زي العسل والكلام ده كله. والنص التاني هم أصلا مش عايشين حياة زي الفل ومقضيينها بره، لأنهم متجوزين واحدة يحطوها في البيت تغسل وتطبخ وتكنس، وهو يقضي حياته بره البيت مع ويهس زي ما هو عايز ويعرف بنات ويعمل اللي هو عايزه. تمام، عشان بس برضو تبقوا عارفين. هو $100 بكام مصري؟ ال $100 بكام مصري؟ مم. بحوالي 1800 أو 1900. شقة في العجمي في شاطئ النخيل $100 في الشهر، كويس. في العجمي؟ قريبة من البحر. ما اعرفش العجمي، لا ليه؟ ما اعرفش. انا اصلا ما بحبش العجمي. بتقولك 3 minutes to the sea. ايوه إيه لينا يعني ولا لمين؟ لا، لجوشة، هي عايزة تاخدها. في العجمي؟ مم. هتعمل ايه في العجمي؟ عجمي. العجمي دي بعيدة قوي. اه. العجمي دي هو مش عجمي. هتتبسط، لان هي بتبقى عايزة حاجات سياحية، حاجات فيها حاجات كده. بعت رسالة خلاص، ترد عليا؟ ممكن ترد على سؤالي عشان محتاجاه ضروري. انا عاوزة ابقى ايه، ابقى شعري على خطوبتي وخطيبي معترض. اوعي تعملي حاجة انا مش عارف ايه، عاوزة ابق شعري بشعري، ابقى بشعري على خطوبتي وخطيبي معترض. هو خليه الموضوع ده تناقشوا فيه مع بعض، اتناقشوا فيه وحاولي واحدة تحليه معاه. واحدة وشوفي هو هيبقى هيوافق في الآخر ولا لا. بس في في رجالة ما بيحبوش إن هي مراتهم تلبس قصير. يعني أنا مثلا سلمى كان أمنية حياتها تلبس فستان قصير في فرحها وتعمل حاجات معينة، أنا كنت معترض عليه. ماشي. بس هي احترمت رغبتي وعملت اللي أنا عايزه في الآخر. وأنا برضو من ناحيتي اتسهلت شوية، لأن أنا كنت عايز مثلا فستان بكم مثلا، فخليته لها زي ما هي عايزه في الاخر عشان ما بصوا، في زعلهاش. الاخر دي حاجات دي خاصه بيكم بتبقى انتوا، حاجات يعني ما خاصه ينفعش احنا بالظبط. اللي نقول لكم بالظبط. اعملوا فيها ايه، علشان ما نبقاش بنسخنك او لا بنسخن لا لا، الدنيا. وبعدين انت في الاخر انتوا الاتنين لازم تبقوا متفقين في اي حاجه زي دي، لان دي حياتكم. وبعد كده اللي هيحصل دلوقتي ده هيبقى فيه ليه تراكمات بعد الجواز، يعني لازم تبقوا عارفين. لازم ما يبقاش بخناقه، عشان تفضلوا مبسوطين بصوركم طب واللي وذكرياتكم. يحب حد قوي ويعتبره كل حاجة في حياته وسنده، وفجأة يبيع كل حاجة ويخطب حد تاني، واكون انا موجودة في الفرح بعد ما تقدم ليا وحصلت مشاكل صعبة قوي يا يا لولو جدعان، انتوا بتجيبوا العيال اللي واتكسرت. مش رجاله دي ده منين؟ مش راجل يا جماعة. يعني ده اصلا مش راجل، يعني ان هو يبقى معاكي ومتقدم لك وحاجات، وفجأة يبقى في مع واحدة تانية وبيتجوزها وانتي تروحي الفرح. يعني ازاي اصلا تروحي الفرح؟ ليه؟ هو اصلا كده المفروض ان هو يعني ده نكره بالنسبه لك، المفروض ان انت ما تعبريهوش في حياتك تاني، لان ده مش راجل وكده. والله بجد انتوا احلى اتنين شفتهم بيحبوا بعض. انتوا حاله كده، بجد حاله كده جميله. انت المفروض كل واحد فيكم يصلي ركعتين شكر على نعمه ان التاني موجود معاه. بجد انتوا جمال. انا اتمنى ربنا يرزقني بحد. احنا الحمد لله محمد بنعمل كده. وامبارح بعد ما صلينا الفجر كنت عايز انزل صوره لينا احنا الاتنين بعد ما صلينا الفجر مع بعض، قالت لي لا.
ماشي، عشان انا ما بحبش عشان الناس تقعد تقول لي شكلك بالحجاب حلو وحاجات كده وانا مش لا لا، عايز. وبعدين عشان علاقتنا بربنا دي بتاعتنا، هي يعني العلاقه احنا مش بتاعت بنعمل ربنا حاجه بالظبط. للمرآة. بالظبط. يعني دي مش صلاة العيد لا عشان بس هقول لك على حاجه، يعني انا لما كنت عايز اقول لك ان احنا ننزل صوره، عشان في ناس الشيطان بيبقى بعيدهم شويه عن ربنا وما بيقدروش ان هم يقوموا يصلوا. هم الموضوع بسيط وسهل، ما بياخدش 5 دقايق. ماشي، فلما هيشوفونا احنا بنصلي ممكن الشيطان في ساعتها ما يقدرش عليهم، فيبقى عندهم طاقة إيجابية فيقوموا يتوضوا ويصلوا، فيبعدوا أي شيطان عنهم. بس ده اللي أنا كنت بقولك عليه. ما بس انصحهاش انا تروح لعجمي، من قلب الحدث يهربي. ايوه، ما انا بقول لها بلاش العجمي. انا المهم احنا هنسيبكم دلوقتي علشان اروح لماما قبل ما تنام. والله عشان ماشي، كل يوم عشان كل يوم بروح ما بلحقش اقعد معاها شوية خالص. لولي رد عليا، انا جوزي مسافر وحصلت مشاكل بينا وانا زعلانه قوي بجد، وهو زعلان ومش بنتكلم، اعمل ايه؟ ما ينفعش ما تبقوش بتتكلموا يا نوجه. خصوصا مع السفر يعني وخصوصا ان هو مسافر، حتى لو متخاصمين والدنيا. اقول لك على يا حاجه. جماعه اي اتنين بيتخاصموا ساعات كنا بيتخانقوا بنتخانق بيبقى في في بلاوي. المكالمه، واقول له لما توصل طمني، اه فيروح يقول لي الو انا وصلت، اقول له ماشي سلام، ونقوم قافلين. مكالمه بايخه جدا، بس مكالمه في بايخه، الآخر بس في الاخر هي طمنت عليا. بيصحى الصبح انا صحيت ماشي، مش مهم. هتجيلي امتى عشان توديني؟ هتجيلي مش امتى عارف عشان ايه. توديني؟ مش لا مش فاضي، لا هتجيلي عشان توديني. لان انا مش الراجل اللي بيوديني مش هيوديني، والراجل بيبقى والراجل ممكن اصلا يجي ممكن عادي. يبقى تحت البيت عادي، ممكن يبقى في اي وقت موجود. مفيش حاجه اسمها متخاصمين يا فرحاني جماعه عندها والله. سنة ونص تتفرج. بنوتي ريناد فطحاني عندها سنة ونص تتفرج عليكم، قولوا لها حاجة بليز. بنحبك بنحبك يا قوي ريناد. قوي 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 قوي. بنحبك يا ريناد قوي. ردوا على الكومنت بتاعي عشان ابقى على الكومنت بتاعي عشان ابقى فرحانة. رويا مصطفى انا بحبكم، ردوا على الكومنت بتاعي. واحنا بنحبك ردينا. قوي احنا قوي بنحبك قوي. يا رويا. احنا هنسيبكم دلوقتي علشان نلحق. باي باي. وقولوا لي انا شاطر ولا لا، علشان انا عملت لها لا لا، شاطر شعرها شاطر. ده كويس ولا وحش، عشان انا مش عارف. عشان لو مش شاطر باي خلاص مش هعمل حاجة باي تاني. باي باي. باي باي.